الكلور اول ما تحط تحس انها بنعمل ايه، عمليه كيميائيه يعني، تحس ان كل حاجه دابت جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا متابعين قناه تربيه طيور مع الحواوشي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض النهارده عن ازاي تحمي البط بتاعك من الامراض اللي بتبقى موجوده في الشتاء. والفكره كلها ايه، او قدرنا نوصل للامر ده ازاي؟ يعني هي فكره بسيطه خالص. احنا كنا جبنا بط وتقريبا البط ده كان حصل فيه مشكله، فابتدى بعد ما البط بعد اسبوع بعد ما كان شغال كويس وعمال يحول، ابتدى البط ينفق ويموت. فعندنا حد يعني من الناس الكويسه جدا الشطار جدا في تربيه البط يعني، وعندهم مزارع والشغل ده كله، فسالناه يعني ايه الدنيا وايه الفكره. فقال لنا على تركيبه كده باذن الله نعملها. قال لك باذن الله تحط منها اول ما يجي لك بط، او لو البط اللي عندك حتى كبير حط منها كل اسبوع، البط الكبير طبعا يعني. وباذن الله انسى بقى البط، وباذن الله لا في امراض ولا في اي حاجه بتجيله، ويعني ايه زي ما بيقولوا يفوت في الحديد يعني. والتركيبه ديت بسيطه جدا، بسم الله ما شاء الله يعني. زي بعد ما حطيناها طبعا احنا هنوريكم دلوقتي صوره البط، نشغل لكم الفيديو بتاعه واحنا بنتكلم كده. البط كان خلاص ابتدى ينفق كتير منه، ابتدى ما يزيدش والكلام ده كله، حصلت مشاكل كتير. فطبعا بسبب البرد اللي كان موجود والكلام ده كله. في ناس من كتير قوي بتبقى عاوزه تشتري بط رمضان، كل سنه وانتم طيبين في الايام دي كده، بس مقلقين بسبب البرد وبسبب المشاكل دي. فباذن الله التركيبه اللي احنا هنتكلم عنها دي او هنوريها لحضراتكم باذن الله هتحملكم الطيور اللي عندكم او البط بالعموم يعني، او اساس البط يعني، من الامراض كلها. وباذن الله تقدر تشتري البط وانت قلبك جامد، هتحطها ليه اول يومين اتنين اول ما هتجيب البط على طول باذن الله، وانسى البط بعدها. طب التركيبه ديت عباره عن ايه؟ هي بتحط 3 سم. عندنا اول حاجه سنتي عسل، وكل الناس عارفه ان العسل يعني، عشان برضو يبقى الناس واصله لها الفكره يعني، العسل هو يعتبر مصدر للطاقه بالنسبه للطيور، بالاضافه ان هو كمان منشط للكبد. يعني هو منشط للكبد وفاتح شهيه ومصدر للطاقه بالنسبه للطيور. ده بالنسبه للعسل. تاني حاجه بنحطها في الخلطه ديت هو الخل. كل الناس عارفه ان الخل بنستخدمه في الصيف يعني ايه، زي مضاد سموم يعني، مضاد سموم. بالاضافه كمان ان هو ايه، بيعمل كخافض للحراره بالنسبه للطيور في الصيف. يبقى الخل دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى، وهي دي الحاجه الغريبه اللي انا استغربت منها، قلت له يعني ينفع احط الحاجه ديت؟ وهي ما خطرتش على بالي يعني، بس طبعا لما نيجي نتكلم فيها وهي ايه، سنتي كلور. طبعا الناس تقول لك سنتي كلور، سنتي كلور من اللي احنا بنستخدمه ده خالص، ولو خام مفيش اي مشكله خالص. وكلنا عارفين ان الخام هنا بتستخدمه كايه، كمطهر معوي، لان الكلور بالطبيعه هو مطهر، فانت بتستخدمه كمطهر معوي. يبقى ال 3 سم عباره عن سنتي خل مع سنتي عسل اسمر، بالاضافه كمان الى سنتي كلور. اول ما يجي لك البط على طول هتدي له سقوه. طبعا ال 3 سم بيتحطوا على لتر ميه، سقوه النهارده مثلا وسقوه تاني يوم للبط، وباذن الله قال لك انسى البط. فده يعني سر من اسرار التربيه، او سر من اسرار الجماعه بتوع المزارع اللي هم بيربوا البط يعني، بيبقوا عارفينه. اول ما بيجي لهم البط على طول بيبتدي يعملوا الشربه ديت لمده يومين 2 او 3 ايام. ولو انت عندك طيور كبيره، بط كبير او حاجه ومقلق منه بسبب البرد وجايب رمضان ده كبير وعاوز تعمل له السقوه ديت كل اسبوع، مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي قلت لكم ان ال3 حاجات اللي محطوطه لو احنا فكرنا فيهم هي حاجات كويسه مش وحشه يعني، حاجات مش ضاره زي ما احنا متوقعين يعني. العسل منشط للكبد، يعني لو في مشاكل في الكبد العسل هيحلها لك. الكلور اللي احنا استغربنا منه ان نحط الكلور، الكلور يعتبر مطهر معوي. انت بدل ما تشتري مطهر معوي انت عندك كلور سنتي واحد على لتر ميه زي الفل. بالاضافه كمان بقى للخل اللي احنا عارفين ان الخل خفض للحراره، بالاضافه له يعتبر مضاد للسموم. يعني انت كده اتخلصت من السموم، نشطت الكبد وطهرت المعده، باذن الله مش هيبقى في اي مشاكل بالنسبه للبط. وباذن الله تقدر تربي بط رمضان انت قلبك جامد، لا تشيل هم بقى الشتاء ولا الكلام ده كله، وباذن الله. وطبعا التركيبه احنا هنوريها لكم دلوقتي، او هي معانا دلوقتي اهيت. طبعا احنا عملناها بس عاوز اوصل لكم الفكره بس يعني اهي، ان العسل لما تحط العسل مع لما حطينا العسل ماشي باين هو حتى العسل لسه ما دابش. العسل لما تحط مع الخل مع الكلور، الكلور اول ما تحط تحس انها بنعمل ايه، عمليه كيميائيه يعني، تحس ان كل حاجه دابت جوه، تحس ان كل حاجه دابت جوه. طبعا احنا هنقلبها اهو وهنضيفها جوه للبط اللي موجود. طبعا البط اللي تحتنا كويس، وده البط اللي موجود جوه باذن الله هنظبطه لكم دلوقتي. هنقلب لكم بس الكاميرا بس عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. خلي شغل لكم كمان الاضاءه عشان تبقى كل حاجه باينه اهي. شفتم؟ تحسوا ان عملنا تفاعل كيميائي يعني. اول ما تحط الكلور على البتاع قلب الدنيا خالص. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا مش حاطط
والبط محطوط فين؟ طيب ماشي. ده البط الكبير اهو، نبتدي نحطها له بس عشان خاطر الدنيا ايه ما تبص. طيب احنا هنفضها هنا في الميه على طول. طبعا الميه اهي، ادي السوا بتاعتنا الجميله. قلب بقى ميتك، قلب قلب قلب. بسم الله. الشيخ محمد عبد السلام صابر رحمه الله تعالى نقدمه بمناسبة ذكرى. إلهي قد وسعت الكل حلما. والبط بس خايف مننا بس يخش على اهو، حتى البط جعان. وبكده يبقى انت لو عندك بط كبير زي البط اللي قدامكم ده تقدر تعمل له سقوه كل اسبوع، ولو انت جايب بط لسه جديد تقدر تعمل له السقوه ديت اول 3 ايام زي ما قلنا لكم. ال 3 سم بتحطوا على لتر ميه اول 3 ايام كل يوم سقوه. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.